بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعزائنا تلاميذ السنة الثانية شعب علمية وتقنية، كذلك السنة الثالثة شعب علمية وتقنية. هذا الفيديو القصير سنلخص فيه، سنشرح إن شاء الله مبسط كيف نرسم منحني انطلاقا من منحني آخر. تمرين قال اف معرفة بتمثيلها البياني سي اف. كما تلاحظون هذا هو السي اف باللون الأسود في معلومة عند الجانس او اي. استنتج كيف يمكن رسم سي جي واحد، سي جي اثنين، سي اش واحد، سي اش اثنين، بحيث جي واحد هو القيمة المطلقة لاف اكس، جي اثنين هو ناقص القيمة المطلقة لاف اكس، واش واحد الاكس هو اف للقيمة المطلقة لاكس، اش اثنين اكس هو اف ناقص القيمة المطلقة لاكس. نبداو على بركة الله. نحن سنستعمل هنا خاصية القيمة المطلقة. تذكر أن القيمة المطلقة لهذا الجسم أو لهذا المربع هي تساوي نفسه هذا المربع في حد ذاته إذا كان ما داخل القيمة المطلقة موجب. إذا كان هذا موجب فإنه سيعطينا مباشرة نفسه، سننزع القيمة المطلقة ويبقى نفسه. أما إذا كان هو سالب، إذا كان هو في حد ذاته هذا إشارته سالبة، فإنه قيمته المطلقة تساوي ناقص هذا المربع، يعني ننزع القيمة المطلقة ونضع ناقص هذا الذي داخل القيمة المطلقة. سنحاول نطبق هذا على اف اكس. لاحظنا جي واحد اكس تساوي القيمة المطلقة لاف اكس. اعتبر أن هذا هو المربع، هذه الاف اكس هذه هي المربع الذي كان عندنا في السابق. إذا ستعطينا قيمتين، إما أنها تساوي اف اكس في حد ذاتها إذا كانت اف اكس موجبة، أو تعطينا ناقص اف اكس إذا كانت اف اكس سالبة. قضية أن اف اكس موجبة كيف نعرفها من البيان؟ عندما تكون فوق محور الفواصل. هنا في هذه الحالة اف اكس موجبة. هذا الذي تحت محور الفواصل، المنحني لما يكون تحت محور الفواصل معناه نعرف أن الدالة اف سالبة، وبالتالي هنا سأكتب لك فوق محور الفواصل سي اف فوق محور الفواصل، وهنا لما يكون سي اف تحت محور الفواصل. الآن لاحظ معي كيف نترجمها بيانيا. شوف معي مليح. هنا جي واحد اكس يساوي اف اكس، العبارتين متساويتان. هذا الجزء الأول هنا، العبارتين متساويتان. هذا يعني أن المنحنيان منطبقان على بعضهما البعض. إذا سنقول أن السي اف هنا في هذه الحالة أو سي جي واحد يكون منطبق على السي اف، على سي اف فوق محور، ولما يكون خلينا مباشرة فوق محور الفواصل. معنى هذا نريد أن نرسم سي جي بالقلم الأحمر. إذا فوق محور الفواصل سي جي منطبق على السي اف. الآن بقي لنا الجزء الذي يكون فيه السي اف تحت محور الفواصل. نقول أن ولما أو في الجزء الذي يقع تحت محور الفواصل فإن السي جي هو نظير سي اف بالنسبة لمحور الفواصل. يعني شوف هذا الجزء الذي تحت محور الفواصل نرسم نظيره بالنسبة لمحور الفواصل. إذا نظيره بهذا الشكل، نظير هذا، يعني نظيرة مثلا هذه النقطة ونظيرة هذه النقطة، ها هي نظيرتها وهذه هي نظيرتها، ثم نصل بينهم. كذلك هنا مثلا نظيرة هذه وهذه، نظيرة هذه هي هنا ونظيرة الأخرى هي هنا، وبالتالي ها هو نظير. إذن هذا الجزء
أصبح لا يعني من سي اف. إذا سي جي واحد ها هو. كل ما في الأمر أن الجزء الذي يقع فوق محور الفواصل مباشرة نعيد عليه، نرسم عليه. أما الذي يقع تحت محور الفواصل نرسم نظيره بالنسبة لمحور الفواصل بكل بساطة. الآن نمر للحالة الثانية. الحالة الثانية ستكون عكسها تماما، اللي هي جي 2 لإكس يساوي ناقص القيمة المطلقة. إذا جي 2 لإكس ماذا تساوي؟ ناقص القيمة المطلقة لأف لإكس. طيب القيمة المطلقة لأف لإكس هي أف لإكس لما سي أف فوق محور الفواصل، وهنا لما سي أف تحت محور الفواصل. إذا شوف معي، القيمة المطلقة لأف لإكس هي أف لإكس هنا وناقص أف لإكس هنا، مع هذا الناقص الذي في الخارج. لاحظ هذا الناقص الذي في الخارج ندخله، يعني ناقص هنا تصبح زائد. وبالتالي هذا الجزء الذي يكون فيه منطبق، إذا سي جي منطبق على السي اف. واش من جزء؟ لهذا الجزء لما يكون سي اف تحت محور الفواصل. ويناظر سي اف بالنسبة لمحور الفواصل لما يكون سي اف تحت أو عذرا فوق محور الفواصل، فوق محور الفواصل. إذا سي جي منطبق على السي اف لما يكون سي اف تحت محور الفواصل. راح شوف هذا هو محور الفواصل، هذا هو محور الفواصل. أولا سأرجع الدالة أو سأرجع المنحني كما كان، منحني سي اف كما كان. هذا هو سي اف، هذا هو سي اف. إذا سي جي منطبقة عليه تحت محور الفواصل. إذا هنا نعيد عليه باللون الأحمر، هذا هو السي جي. أما فوق محور الفواصل فهو نظيره بالنسبة لمحور التراتيب. إذا نظيره سأرسم نظير هذه النقطة هي هنا. إذا هو هكذا نظيره بالنسبة لمحور. إذا سنمحي هذا، لا نحتاج هذا الجزء. هذا هو السي جي 2 بكل بساطة. الآن نمر لسي اش واحد. إذا في هذه الحالة أريد أن أتخلص من هذا وأرجع المنحني كما كان. الآن سي اش واحد نلاحظ أن شكل القيمة المطلقة أو رمز القيمة المطلقة دخل إلى داخل القوسين. اش واحد لإكس ماذا يساوي؟ يساوي القيمة، إذا يساوي اف للقيمة المطلقة لإكس ويساوي. إذا القيمة المطلقة لهذا تساوي نفسه أو معاكسه. إذا هنا القيمة المطلقة لإكس ماذا تساوي؟ إما تساوي إكس أو ناقص إكس. إكس لما يكون هو في حد ذاته موجب، وناقص إكس لما يكون في حد ذاته سالب. إذا رمز القيمة المطلقة هنا ننزعه ونضع في مكانه تارة إكس وتارة ناقص إكس، وبالتالي ستصبح هنا إكس وهنا ستصبح ناقص إكس، هنا ستصبح ناقص إكس بكل بساطة. الآن متى يكون إكس؟ قلنا إذا كان ما داخل القيمة المطلقة موجب. هنا لما إكس هكذا أكبر من يساوي صفر، وهنا إكس أصغر تماما من الصفر. جيد. الآن لاحظ معي
الذي يكون فيه اش واحد لإكس تكون تساوي اف لإكس، معناه أن سي اش واحد هنا منطبق على سي اف في المجال الموجب لما اكس ينتمي للمجال من صفر إلى زائد ما لا نهاية. منطبق عليه في المجال الموجب. أين هو المجال الموجب؟ إذا لاحظ معي هذا محور الفواصل، هنا الصفر، إذا هنا المجال الموجب وهذا المجال السالب. إذا في هذا المجال يكون منطبق عليه، إذا من هنا منطبق عليه هكذا، هذا جزء منطبق عليه. ثم ونناظر هذا الجزء من سي اف بالنسبة لمحور التراتيب. إذا في المجال السعيد نناظر الجزء هذا، يعني الجزء الذي كان باللون الأحمر نناظره بالنسبة لمحور التراتيب. ها هو نظيره بالنسبة لمحور التراتيب، نظير هذه هي هنا. إذا سيمر هكذا وهذا الجزء لا يعنينا ولا نستحقوش. هذا هو سي اش واحد. الآن سي اش اثنين، إذا ناقصنا سي اش واحد ناقص سي اش اثنين. سريع. إذا ما الذي يتغير؟ سي اش اثنين أصبحت هنا ناقص قيمة مطلقة، هنا ناقص واحد، دار لنا هنايا ناقص قيمة مطلقة. طيب هذه القيمة المطلقة إكس كانت إكس، إذا هنا ستصبح ناقص إكس، وندخل ناقص هنا ستصبح زائد إكس، يعني إكس. ماذا يعني؟ إذا شوف معايا الجزء الذي أصبح منطبق على السي اف. إذا هو هذا الجزء هو منطبق على السي اف، لأن فيه اش واحد هي نفسها اف لإكس. إذا سي اش اثنين منطبقة على سي اف في الجزء السالب. إذا منطبق على السالب في الجزء السالب. ها هو الجزء السالب، لاحظ معي هذا كان الجزء الموجب، هذا الجزء الموجب من الصفر إلى ما لا نهاية، من الصفر إلى ما لا نهاية، هذا الجزء الموجب، هذا الجزء السالب. إذا هذا هكذا، هذا من الصفر إلى ناقص ما لا نهاية. إذا هنا يكون المنحنى سي اش اثنين منطبق على سي اف، معناه من هنا هكذا، من هنا منطبق عليه. الآن باقي منحنى، باقي سي اش اثنين، الباقي نتاعو نحصل عليه فقط بإنشاء نظير هذا الجزء الملون بالأحمر، نظيره بالنسبة لمحور التراتيب. إذا هكذا ننشئ نظير هذه النقطة بالنسبة لمحور التراتيب هنا، وبالتالي سيكون هكذا. ثم مثلا نظير هذه النقطة هي هنا. نظير هذا الملون بالأحمر، أما هذا الباقي لا يهمنا. إذن هذا هو السي اش اثنين بكل بساطة. ثم نناظره بالنسبة لمحور التراتيب. الآن هذا السؤال هذا الخاص ب اش واحد و اش اثنين دائما يقول لك بين أن الدالة زوجية، دائما يقول لك بين أن الدالة زوجية. لاحظ معي حتى نبين أنها زوجية. نبدأ بكلمة اف لي،
حتى تكون الدالة زوجية، أولا يكون من أجل كل إكس ينتمي لمجموعة تعريف الدالة دي اش واحد، يجب أن يكون نظيره بالنسبة للصفة ينتمي إلى مجموعة تعريف. هذا الشرط الأول محقق لأنها معرفة على ا. ثم الشرط الثاني هو أننا نحسب اش واحد لناقص إكس، ويجب أن نجده في الأخير يساوي ناقص، حتى تكون الدالة زوجية عذرا نجده نفسه اش لإكس، اش واحد لإكس. يجب أن نصل لهذه النتيجة. إذا لاحظ اش لناقص إكس ماذا تساوي؟ هاي اش واحد لناقص إكس، ها هو الناقص. تبعوا راه باللون الأحمر، لما ندير هنا ناقص تصبح هنايا عند الإكس هنا ناقص، وبالتالي ستصبح عندك هنا اف لي القيمة المطلقة لناقص إكس. هذا ماذا يساوي؟ عندنا من قبل رأينا في قواعد القيمة المطلقة السنة الأولى القيمة المطلقة لناقص إكس هي نفسها القيمة المطلقة لإكس. إذا هذا يساوي اف لي، هذا هو نفسه القيمة المطلقة لإكس، وبالتالي هذا هو نفسه هذا، يعني اش واحد لإكس نفسها اش واحد لإكس. إذا اش واحد لناقص إكس هي نفسها اش واحد لإكس، يعني أن الدالة اش زوجية، ولذلك قلنا أن منحناها سي اش متناظر بالنسبة لمحور التراتيب لأنها زوجية. الآن بنفس الطريقة نشوفوا الدالة الأخرى هي سي اش 2